سيد هسه انت ناسي كلمة المرور اي حبيبي. يعني ورقم البطاقة التموينية ما تعرفه، نعم. وبنفس الوقت التطبيق مفتوح عندك هيك تسجيل دخول وانشاء حساب. راح اعلمك طريقة سهلة، بس شريد من عندك البطاقة الوطنية مالتك هاي موجود. عاش ايدك. تعال راح اخليك تسوي الخطوات انت وانتم تابعوا اذا صارت عندكم هاي المشكلة. انت الثاني هم نفس المشكلة عندك. يلا دول الاثنين راح اشتغل عليهم انا. سيد حبيبي نجي ندخل هنا وين على هل نسيت رقم الهاتف. نعم. دخلنا هنا ايش راح يطلب من عندك؟ صورة للبطاقة الوطنية، صورة للظهر مالتها، تقنية الاتصال القريب، صورة الحيوية. طبعا مو شرط رب الأسرة، أي واحد من الأولاد اللي موجود بالبطاقة التموينية يقدر يغيرها. هسه سوي لي هاي الخطوات. بعد ما كملنا هاي الخطوات نجي المن للصورة. هسه التقط صورة. بعد ما التقطنا الصورة تالي هسه اقول لك خلي الرقم الهاتف، خلي رقمك الجديد. بعد ما خليت الرقم الجديد شو تسوي؟ تنطيه التالي. هسه اجتك رساله انت هيك، يلا دخل لي هاي الارقام. عاش ايدك. هسه يقول لك تم تغيير الرقم بنجاح. هسه هنا صارت عندك انت غيرت الرقم، وقف لي غيرت الرقم. ايش بقى عندك؟ كلمه المرور انت ما حافظها، شو تسوي؟ تطيه؟ هل نسيت كلمه المرور؟ تخلي لي رقم التليفون اللي سويت بيه البطاقه هسه. بعد ما خلينا رقم الهاتف جتك كلمة المرور، حطها هنا. هذا الكود. عاشت ايدك. شوف هنا الاسهل لك، انت هنا شوف شو يقول لك كلمة المرور، تخلي رقم الهاتف او تخلي مواليدك مرتين، وهنا تعيده من جديد نفسه هذا الفوق تخليه جوا. احفظها قلبي. هسه هنا بعد ما انطيناه طيه احسنت تم تغيير، طي رجوع. هسه رجعك لهنا. ايش راح تسوي بابا؟ خلي افيدك. هنا انت رقم البطاقه التموينيه ما حافظه، شو تخلي؟ رقم الهاتف بالفوق، وهنا كلمه المرور. هسه احنا هنا سوينا غيرنا رقم الهاتف وغيرنا كلمه المرور. فتحت البطاقه عندك، وهسه مثل ما شفتوا غيرنا رقم الهاتف، غيرنا كلمه المرور، وبنفس الوقت فتحنا البطاقتين، هاي بطاقه وهاي البطاقه الثانيه. سيد بعد ايش عندك؟ بعد نقل حبيبي مهند. تريد تنقل من وكيل الى وكيل. ايه. ماكو مشكله. وانت عندك شيء بعد؟ لا. هاي خير ان شاء الله. اخواني راح ننزل فيديو ثاني نقل من وكيل الى وكيل اخر. كل يريد منك هسه لايك، شارك هذا الفيديو، لا تنسوا والدي من دعاكم حتى نفيدكم فيديوهات ثانيه. تابعوا قناتي بالواتساب، راح اخلي لكم الكيو ار. تعال اخوي اجيب الشاي. رحم الله والديك والله يجزيكم الخير ان شاء الله.